من ساعة ما جينا أمريكا وإحنا عندنا تقليد أعمى بنعمله من أكتر الحاجات اللي بجد لو بطلتوها هتحسوا بفرق في جسمكم ووزنكم وكل حاجة تتخيلوا. البتاع ده أعتقد إنه في جميع البيوت، مفيش بيت مفهوش الكريمر ده. انتوا عارفين الكريمر ده بيعمل ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان ده ممكن يوصلكم لمرحله السكر الدرجه الثانيه. هو البتاع ده من كتر ما عمالين بنحط او اوريدي بنستخدمه مفيهوش اي حاجه مفيده، هو ما الا عباره عن شويه زيوت مهدرجه وعليها شويه باودرز ما لهمش اي 30 لازمه. بتعمل تهيج في القولون، بتزيد من الوزن لان الدهون اللي فيها بتتحول لدهون في الجسم عنيده جدا، عايزه سنين عشان تنزل اوريدي بالدايت. لو انت فاكره انك عامله مثلا رجيم لنوع معين ومقلله السكر والستيز اللي بتستخدمي البتاع ده، يبقى انت ما بتعمليش حاجه، انت مش بتعملي اي حاجه، بيوصل لمشاكل القلب، حاجه كده كارثه. كارثه في البيوت ملهاش اي 30 لازمه، حاجه خلاص مش قادرين نستغنى عنها. ولاد بدلوا ده بالهافن هاف، بدلوه بالريجلر ميلك، بدلوه بالكوكونات. هتقولوا مثلا احنا في صيام، بدلوه بالالمند ميلك، بالكوكونات ميلك، الحاجات دي كلها. لكن ان انا ادخل حاجه كارثه زي دي عشان خاطر بس تظبط لي مخي، يبقى انتوا بتدمروا نفسكم. امنعوا البتاع ده، عشان البتاع ده حرفيا مؤذي لابعد درجه ممكن تتخيلوا.